في حالة قالوا لك يا عادل النقيب سمي لنا الدولة القادمة. الموقف اللي حصل لي في روسيا أنا أعتقد أنه لا أنا أنساها ولا البقية من أصدقائي ولا من الأهل ولا من اللي يعرفني. هو عملية نقل قلب. لو أكازالسا يعني وجه لوجه مع الرئيس حيدروس السوفيتي إيش تقول له؟ أنصحه. أرحب بالأخ العزيز عادل النقيب في أول لقاء طبعا مع قناتي على اليوتيوب، وأتمنى يكون اللقاء كذا خفيف على الظل وينال إعجاب المشاهدين والمتابعين لنا. طبعا ما عندناش هذه التكليف ولا يعني بطبعنا بلهجتنا، يعني ما فيش اي اسمه حاجه من القبيل. فاهلا وسهلا بك، وان شاء الله نقدم حاجه ترضي الناس يعني. أهلا وسهلا، أتمنى لك النجاح والتوفيق بالخطوة هذه الجميلة اللي بدأت فيها وكانت فكرة موفقة. يعني عرف الجمهور عن نفسك. والله عادل هيثم النقيب، مواليد يافع يهر، محافظة لحج. طبعا عشت طفولتي في يافع ودرست الابتدائية، وبعدها انتقلت إلى دراسة الثانوية العامة في الحوطة عاصمة المحافظة وفي مدرسة قسطس. وتجنت في الميليشيا الشعبية، ميليشيا المحافظة طبعا، وبعدها أوفدوني يعني على حساب الدولة ذيك الأيام إلى الدراسة في الاتحاد السوفيتي. طيب لما بعثوك على الاتحاد السوفيتي يعني هذا عام كم كان؟ كان في عام 1988. في 88. بعد طيب انت جيت تاريخ صح؟ جيت دراسة التاريخ. يعني في البداية هو كان علم الآثار، وبعدين في موسكو ولا مدينة في لا، هو علم الآثار الاتحاد السوفيتي، بعدين التوزيع بيتم من موسكو. أيوه. ودرست أنت وين خلصت دراستك؟ خلصت في جامعة الكوبان في كراسنودار، درست تاريخ عام. إنه يعني ما نعم، ما كانش في مقعد ذيك الأيام أو شيء كذا، يعني دراسة علم الآثار، أو ما كان في اتفاقية بين البلدين، فحولوني على التاريخ العام ودرست تاريخ عام. نعم. طيب خلصت هناك بعدين سافرت ولا ما سافرت ولا بقيت هنا يعني معك؟ خلصنا في سنة الحرب في عام 1994. خلصنا جامعة الكوبان. وسافرت مباشرة. وحاولت اني ادرس، حاولت اني الاقي عمل في مدرسة، في شيء، في او حتى في اي مكان بالتخصص، ولكن مع الاسف الشديد يعني ما قدرنا نعمل شيء، انه كان حسوبيات وذيك الايام. يعني بعد الحرب مباشرة يعني سيطر اللوبي الشمالي على كل شيء، وما قدرنا نتوظف. يعني حتى لو كانت في وظيفة فهم كانوا بيعطوكها يعني على كأنهم بيصدقوا عليك صدقة أو شيء، وتبقى يعني تحت إشراف وتحت ضغطهم، تحت يعني تنفذ ما يقولوا. أنا هذا الوضع ما كنت مرتاح له بالخالص صراحة. أكيد. وكان لابد من الخروج يعني شفت الوضع مع كنان وطلعت رجعت هنا على روسيا. أيوة. كانت نفسيات الناس متعبة، ما فيهم الوالد خرج من شغله، كمان الأسرة كاملة يعني أخوالي وعيال عمي وكل الناس طلعوا من أعمالهم، تقاعد قسري وإجباري. الله يعين. ما كان علي إلا أني أطلع يعني من البلد هذه، لأنه كان الوضع يؤدي إلى يعني ما كنت متصور اني بعيش هذه الوضعيه، فاضطريت اني اعود الى هنا من جديد. وعدنا واستلمنا الجنسيه الروسيه، وشعب بسيط، شعب مثقف وناس محترمه يعني. اعتقد انه ما بنلاقي التعامل اللي لاقيناه هنا من قبل الشعب الروسي من اي شعب اخر بما فيهم الشعوب العربيه الاخرى. تكلمنا على الحراك الجنوبي. والحراك الجنوبي هو يعني حركة كانت لابد منها يعني
حتى يعني أنا أعتقد أنها في عام 2006 هي كانت أخرت شوية، كان المفروض من قبل. نعم. آه ولكنها عبارة عن عصف شعبي، يعني هذا يعني أدى إلى توليد طاقة شعبية ضخمة جدا. كانت موفقة، وقيادتها كانت صح. ذيك الأيام كانت القيادة غير معروفة أو غير مفهومة أو كذا يعني، وهذه يعني أمور هذه تحالف أو ترافق أي حركة شعبية. الناس أجوا من وسط الشعب. بداية الحراك كانت يعني أنا اللي لاحظتها أول مرة ما نزلت، كانت الناس متماسكة، وكانت القيادة والقمة والقاعدة كانت يعني عبارة عن كتلة واحدة ومتفقة مع بعض. لكن مع الأسف الشديد يعني كنت سنويا أنزل، وكل ما نزلت مرة كل ما حسيت أن الهوة تكبر بين الشعب والقيادة. تعتقد ليش؟ لأنه حصلت خلافات. طبعا كنا يعني بنتابع الأمور نحن، وما كانت تخفى على أحد. نعم. خلافات في وسط القيادات، وتعرف أنت تشكلت بعدين عدة اتجاهات، يعني منها مجالس الحراك تقسمت إلى عدة مجالس، وتاج أخذت مسار آخر. كذلك يعني المجلس الوطني اللي تأسس يعني كان مساره آخر، مع أنه يعني كانت كلها تصب في هدف واحد، وهو تحرير واستقلال الجنوب. ولكن هي اختلاف آراء في الأول والأخير، وبعدين أدى إلى اختلاف على مستوى القيادات. وهذه كانت بالنسبة لنا ذيك الأيام يعني كانت محسنة جدا صراحة. قل لي لما استجن حاولنا نوفق بينهم كثير لم كنت متواجد أنا. كم سجنوا؟ والله ذيك اليوم في 1/9/2008 كان على أساس يعني نقوم في مسيرة سلمية في الشيخ عثمان، وتم اعتقال القيادات يعني كثيرة يعني من الصف الأول، وبقت القيادات الصغيرة أو القيادات الميدانية يسموها. احنا كنا منها لأن احنا ما كنا مستهدفين في ذيك الليلة، يعني ليلة المسيرة مباشرة. نحن تم اعتقالنا من الشارع، يعني على أساس أنه نحن المحرضين والذين نقوم بإدارة الشارع الجنوبي على يعني كنا مجاميع كبيرة. نعم. يعني بحدود 200 نفر اعتقلونا في سجن المنصورة. طبعا تمت الغربلة هذيك الليلة، وخرجنا تقريبا 8 نفر على جنب طلعونا على اساس ان احنا يعني الرؤوس المحرضة، وهددونا بالقتل على اساس او الاعدام او مش عارف ايش، يعني زعزعة الامن وخيانة الوطن، يعني الكلام هذا. ولكن بالاخير يعني اليوم الثاني الصباح تم اطلاق سراحنا. وكان معي اذكر ذيك المرة القنع من أبين، وفي واحد اسمه عارف الحالمي، مش المحامي عارف الحالمي، لا، في واحد عارف الحالمي اسمه كنت أذكره ضربوه بعقاب البنادق. ولا عارف مقبل؟ لا مش عارف مقبل، لا. نعم. يعني صراحة كان منظر يعني جدا مخزي بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا كان منظر مشرف. يعني حصل لك مثلا حاجة مخيفة، حاجة هي يعني مواقف الفرح كثيرة، ومواقف الحزن برضه كثيرة. يعني كانت نفس الشيء. حصل لي موقف أتذكره أنا الآن، وموقف مرعب. أيوة، في عندنا البير، يعني كانوا بيسنوا على البقر. لا مش بير الفجر، هذا في شعب في أيوة. عند صارنا كنا جالسين على حافة البير، مدلين رجولنا للبير لتحت، ولا البقر كانوا بيشتغلوا يعني، فكوا لهم على اساس راحه، داروا البقر واجاوا من خلفنا. شفت كيف؟ يعني كنا كلنا الاطفال اللي كنا واقفين كلنا للبير.
لا حول ولا قوة. شوف الشباب كلهم الصغار اصدقائي يعني كلهم انسحبوا، بقيت انا ما قدرت يعني، مش عارف لاني مش متعود يمكن او موقف يعني جدا مرعب. بير تحتي والثور خلفي، في واحد من الاصدقاء انا اعتقد اسمه محسن من عيال شعب، مد يده من تحت الثور مسكني بالقرم هكذا. يعني بصراحه كان موقف بطولي منه يعني جدا. يعني كنت بتروح البير؟ كنت رايح البير. انا كذا حدث هذه مواقف برضه الان بذكرها، مش يعني ما اقدرش انساها. طيب موقف حدث لك في روسيا مثلا، حاجه ما تنساها يعني كذا؟ والله شوف الموقف اللي حصل لي في روسيا انا اعتقد انه لا انا انساها ولا البقيه من اصدقائي ولا من الاهل ولا من اللي يعرفني. يعني هو عمليه نقل القلب اللي حصلت يعني حصلت لي في عام 2016. نعم. انت عارف وشاركت في الموضوع. نعم. هذا نعم. يعني هذا نعتبره فاصل في حياتي. اي والله. لا انا اذكر ذيك الايام فعلا، طبعا عشناها مع بعض تقريبا يعني كلنا. اي والله. بس كثير ناس حتى كانوا بيسالونا بيقولوا مثلا يعني تغير ان عادل النقي بعد نقل القلب مثلا، يعني اصبح مثلا كان معه قلبه والان بيعيش مثلا بقلب اخر. هل تغيرت الافكار؟ هل تغيرت ايش بقول لك عنده الريتش بالحديث مثلا ولا شيء؟ يعني الناس ايش تفهموا؟ ما تغير شيء ولا. مع انه لما سالنا الدكتور ضحك وقال انه قال يعني ايش بيتغير؟ هي المشكله انه القلب مهمته ضخ دم وبس، ما يعني القلب هو عباره عن مضخه الدم فقط للجسم، هو نعم. يعني يؤدي وظيفه معينه. هذا جربتها على نفسي انا، يعني من قبل كنت بفكر انا برضه بنفس التفكير هذا، هل في شعور في القلب ولا ما في شعور؟ لكن بعد التجربه اللي مريت فيها انا نعم. حتى الان يعني انا وهذاك عادل النغيب اللي زمان قبل العمليه واللي هو ما بعد العمليه. نعم. ما في اي تغيير. نعم. يعني ما يتحكم بعواطف الانسان هو الجهاز العصبي المركزي، يعني اعتقد انه المخ، ما في غيره. طيب حاجه اسعدتك يعني، حاجه عملت في حياتك مثلا نقله كذا، فرحه او سعاده، شيء في البلد هذه؟ يعني حاجات كثيره طبعا. يعني نحن عايشين في روسيا. عندي بنت طبعا انا هنا، هذه برضه يعني نوع من الفرحه، شكلت يعني مجتهده وناجحه في دراستها، بتدرس على 5 والان يعني في دراسات عليا ما بعد الجامعه، والحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبه لي يعني فرح كبير. وكمان اولادي هناك يعني في الجنوب برضه بيشكلوا لي يعني مجموعه من الأحاسيس الطيبة، لأنهم مؤدبين والغوا بكل شيء، مجتهدين في دراستهم، ما بيتعبوا حد يعني، الحمد لله رب العالمين. يعني ربناهم تربية حميدة. بس ربي يخليهم إن شاء الله ويحفظهم لك وتشوفهم ناجحين وعلى مستوى يعني إن شاء الله. مستقبل زاهر إن شاء الله. كنا في حضرموت، وكانت دعوة الرئيس حيدر الزبيدي للمكونات الجنوبية موفقة، وكان حلم يعني وكأن الحلم بدأ يتحقق. الجنوبيين في لم الشمل توحيد الصف، يعني شفنا كل شيء جميل في حضرموت. طيب بعد هذه ايش ناقصنا؟ ما يعني ما نعلن دولتنا، يعني ايش الناقص؟ مسألة الآن قد خرجت يعني من مسائل داخلية تقريبا، يعني تمت فيها خطوات كبيرة من أجل الحل العام. أعتقد أنه الآن المشكلة في الخارج، أنه يعني كيف تعلن وأنت ما عندك السند الخارجي؟ لأنه في عندنا منظمات عالمية بما فيها الأمم المتحدة مثلا، يعني كيف نعلن نحن من يعني مسألة يعني دولة جديدة أو تقرير مصير أو مثلا فك ارتباط، أو وما عندناش أي قطاع سياسي، ما عندناش أي قطاع عالمي. يعني ما هو لابد من أخذ الأمور بعقل. ما هو لما تأخذ الأمور بعقل برضه لابد من توفير الضروريات. البروف السؤال يجب أن يكون طريقة أخرى، يعني مش تمام. بس بقول لك مثلا إذا يعني الحاصل، طيب الحاصل أنا قلت بس على الأقل ما يعترفوا بك، يساعدوك يا أخي. الكهرباء
في الصومال، في اماكن ثانيه، يعني في يعني ما اعتقد انها لديك الدرجه صعبه. نعم، هذا سؤال آخر، صح. يعني على الاقل يعطوا للناس الضروريات. مسألة الكهرباء في الجنوب في المناطق المحررة، يعني على قولتهم يعني يجب أن نستخدم المصطلح هذا. الكهرباء، المياه، الأمن الصحي، الأمن العام، التربية والتعليم، يعني في حاجات بسيطة جدا يعني يجب أن تكون متوفرة لدى الشعب هذا، بغض النظر عن في دولة ما فيش دولة، تم إعلان دولة أو لا، لكن باعتقادك ليش؟ لكنه الشعب عايش. ليش؟ اعتقادي أنه تخاذل، يعني على ما أظن أنه مع الأسف الشديد. أو قبرص مثلا، قبرص ناخذ يعني هي دولة قبرص بيسموها، صح ولا لا؟ لكنها قبرص مقسومة نصين، نص يوناني ونص تركي، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك هي قبرص عامة. نعم. لكن كل شطر من قبرص مسيطرة عليه فئة معينة، ومع ذلك يبنوا يعني الكهرباء مش مقطوعة عندهم، المي مش مقطوع، التربية متوفرة، الصحة متوفرة، الأمن متوفر في الشطرين، الشطر التركي والشطر اليوناني. نحن ليش ما يقوم أصحابنا بنفس الفعل، يسيطروا على أرضهم؟ يعني هي الجنوب أرضهم. طيب وليش ما يسيطروا؟ باعتقادك ليش ما يسيطروا؟ ليش؟ والله طيب لا يعني دول يسيطروا، مش عارف، يعني هكذا، يعني في عندي تصور كأنهم خجولين من الموضوع. الاعتراف بيأتي تدريجيا، عندما تثبت للناس، تثبت للعالم انك عندك امكانيه انك تقود دوله، عندك امكانيه انك تبني، عندك امكانيه انك تقوم شعب من اللي هو فيه الان، عندك امكانيه انك تسيطر على ممرات مائيه عالميه، عندك امكانيه انك توفر الامن. هذه مهمه بالنسبه للاخرين. اعلن دوله او لا تعلن، الحوثي ما اعلن شيء ومع ذلك يعني بيروحوا يفاوضوه، دول بتفاوضه. لو اكازال يعني وجه لوجه مع الرئيس عيدروس الزبيدي، ايش تقول له؟ انصحه انه يعتمد على الكادر المؤهل اول قبل كل شيء، في اعماله، في كل شيء، يعني في اداره اعماله، في اداره الدوائر المعتمد عليها، في المجلس الانتقالي وغير المجلس الانتقالي، يعني في المحافظات مثلا، يعني هو على الكادر الوطني المؤهل واللي عنده الامكانيه انه يقدم. هذا اول قبل كل شيء. ثانيا، لا يهمل الشعب، لا يتفرجوا على الشعب من ابراج عاليه، لانهم اجوا من الشعب هذا مصيرهم عايدين اليه. شعبك هو درعك، اذا اهملت الشعب هذا بتبقى بدون درع. راضي باداء الانتقاليين في موسكو مثلا عندنا في البلد هذه؟ في حالة قالوا لك يا عادل النقيب سمي لنا الدولة القادمة. لا هو اي تسمية تبعدنا عن اليمن، يعني مهما كان تبعد عن اليمن. هم كان احنا عرب لا يخافوا، احنا بنسمي انفسنا حضرموت هي اصل العرب، اول جنوب العربي، قد احنا جنوب عربي، يعني ما قلناش جنوب هندي. يلا